تخيل كده لو جيت تبيع ماتشا في روما القديمة. اليوم الأول وصلت روما القديمة شايل كيس من أفضل مسحوق أخضر للمراسم، مضرب بامبو وحلم كبير. المدينة ريحتها خمر رخيص وعرق المصارعين. عملت لهم آيس ماتشا لاتيه بحليب الشوفان والناس بصوا عليك كأنك ساحر. اليوم التاني فتحت ستاند جنب الكولوسيوم. واحد سنشور مضغوط على الفطار خد رشفة وفجأة حس بالنيرفانا، وقف يصيح على فرقته وطلب فينتي كده على طول. بنهاية اليوم نص الجيش الروماني ماسكين كوبايات خضرة صغيرة. ما تنسوش تصلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم قبل ما نكمل. الصلاة على النبي بركة. اليوم الثالث الخبر انتشر، الطابور بيطول حوالين البانثيون، كل التلج والحليب اللوزي اللي عندهم خلص. اضطريت تروح تشتري بالجملة وتعمل صفقات توزيع حصرية مع الفلاحين المحليين عشان تلحق الطلب. في الأسبوع الأول سقراط جه للستاند بتاعك وابتدى يسألك أسئلة فلسفية ملفاش آخر. ما هي طبيعة الورقة الخضراء الحقيقية؟ لو التلج داب هو لسه تلج ولا روح المية؟ راسك بدأ يوجعك من كلامه المستمر. بدل النقاش اخترت السلام. بدأت تضرب الماتشة بتاعتك بقوة وبصيت له بص خرافي. هو حاول يزعلك ويهزر على المئذى بتاعك ويسمي مشروبك طين الحمقى وانت ساكت. سلمته الايس لاتيه، اخدت منه ضريبة الفيلسوف المزعجة 500%، وهو مشي يجادل مع كلب ضايع. بعد شهر الامبراطور استدعاك للقصر، اعلن ان ماتشة بتاعتك هدية من الآلهة واعطاك شيك على بياض. فجأة اعضاء مجلس الشيوخ الرومان بقوا بيشربوا آيس ماتشا في الجلسات بدل ما يخططوا للاغتيالات. بعد سنة روما ما بقتش تمشي بالخمر، بقت تمشي بالمسحوق الأخضر الغالي بتاعك. أي شاي يدخل المدينة لازم موافقتك. مش بس فتحت كافيه، ده أنت أسست إمبراطورية خضرة كاملة. وفي الآخر ما تنسوش تصلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم واعملوا لايك واشتراك عشان الفيديوهات الجاية.